السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. طالت الغيبه مي معليش، رانا رجعنا وان شاء الله نرجعوا ديما بالجديد. اليوم البنات جبت لكم طريقه تخزين الثوم لاطول مده يعني في الثلاجه. وهكا راح يحافظ لكم على اللون تاعو وايضا على الرائحه تاعو وايضا الذوق تاعو، ما راح يتبدل فيه حتى حاجه لمده عام ولا عامين. صدقوني طريقه سهله وبسيطه يعني، وراح تفيدكم وراح تنقص عليكم بزاف التعب. هو كيما على بالكم بلي هذا هو وقت الثوم، يعني اليامات هذو اللي ما شراتش الثوم تروح تشري راهو 50,000 للكيلو على ما اعتقد. 50,000 انا شريته بهذا السعر في اماكن اخرى الله اعلم. الثوم كيما راكي تشوفي الحبات تاعو خشان كبار هايل، يعني هذا هو وقته. اذا كان ما بروفيتيش الوقت هذا راح تلقيه من بعد بالك تلقيه الحبات تاعو ضعاف، بالك تلقيه غالي، بالك تلقيه. المهم اذا كان لقيتي روحي اشري حالا وجربي هذه الوصفه، صدقيني ما راحش تندمي عليها وراح تعتمديها دائما دائما. هنا كيما راكم تشوفوا راح نبداو في طريقه التحضير. اذا كنتي اول مره تدخلي لقناتي اشتركي في القناه وجنب الفيديو، وايضا خلي لي تعليقاتك اسفل الفيديو. هنا البنات كما راكم تشوفوا راح نحاول نفتح هذا الثوم تاعي كامل حبه حبه بهذه الطريقه. هو طريقه سهله يعني، مادام الثوم تاعنا راهو حبات تاعو كبار راح يجيكم يعني تعبزوا عليه فقط راهو يتفتت وحده. هنا بعد ما نكمل نحي كامل حبات الثوم هذو ونديرهم في اناء هكا يحتويهم، اناء يهز كيما هنا. راه كملت الكميه تاعي كامل. واش راح ندير؟ اذا كنتي مزروبه حبيتي تخدمي ثوم تاعك هذاك النهار بعد، ديري عليه ماء يكون سخون هكا باش القشره تاع هذيك الثوم تتنفخ في ساع وتسهل لك انك تقشريه، يعني ما يجيكش صعوبه ابدا في التقشار تاعو. واذا كان ما كيش مزروبه ديري ماء حنفيه وخليه يبات حتى الغدوه، مثلا ديريه في الليل الغدوه هذيك ابداي تخدمي الثوم تاعك عادي جدا. هنا راني انا درت ماء عادي وخليته يبات ليله كامله. الغدوه هذيك راح تشوفوا معايا الثوم تاعي يعني جيت سهله. هاوليكم يعني كنت ديجا بديت نخدم، نحيت كميه كما راكم تشوفوا، يعني طريقه سهله جدا. الثوم تاعك يتقشر بكل سهوله. هذه هي الطريقه اللي نعتمدوها يعني في العراس كي يكون عندنا مناسبه ولا عيد ولا اي حاجه، يعني تكون عندنا كميه تاع ثوم. هذه هي الطريقه اللي نعتمدوها، انه نشمخوه في ماء هكا باش القشره تاعو تتنفخ مليح وهكا يعني نقشروه في ساعه. هنا مره على مره عبزوا بيديكم بها بهذه الطريقه تلقاو حبات ديجا تقشروا وحدهم. هنا اللي عندهم لا طونسيون طالعه ما عليكم غير تفوتوه باش يقشر لكم الثوم. اللي لا طونسيون تاعو ديما هابطه ما تخليوش يفوت الثوم، لانه كيما على بالكم رائحه الثوم راهي تهبط لا طونسيون بزاف وتفشل الانسان. اذا اللي عنده شويه لا طونسيون طالعه ما عليكم غير تفوتوه يقشر لكم الثوم تاعكم هكا. راح نكمل الكميه كامل اللي عندي، واسهل من الطريقه هذه راكي ما تلقايش. نكملوا نواصلوا مع بعضنا الفيديو. هنا كيما راكم تشوفوا راح نبدا. اول حاجه راح نقولها لكم، اذا كان حبيتوا الثوم تاعكم تجيكم ليس يعني تكون مرحيه مليح مليح، واش ديروا؟ ضيفوا حوالي ربع كاس تاع ماء ولا اكثر، يعني قادر تضيفي حتى نص كاس تاع ماء هكا باش الثوم تاعك تسترحى لك مليح، لانه في الروبو راهو ما يرحيش الثوم مليح. كي تحطيه وحده صدقيني ديري واش ديري راح يبقى لك عباره عن كتل هكا ما يصلحش خلاص، يعني ما يترحش مليح. يعني انا ضفت ربع تاع كاس ماء ومن بعد ضفت ملعقه تاع ملح. هذو راح يعاونوك انه الثوم تاعك ترحالك مليح مليح كما راكم تشوفوا، ما تلقايش فيها كتل خشان ابدا. في نفس الوقت الملح راهو حافظ، والماء ايضا ما راحش يفسد لك الثوم تاعك لانه راح يتخبى في الكونجيلاتور وما يصرالو والو. يعني طريقه صدقوني جربوها وعلى بالي راح تعتمدوها. انا صدقوني هذه هي الطريقه اللي نعتمدها وبزاف ساعدتني بزاف بزاف. هنا كما راكم تشوفوا راني عاودت لكم اللقطه. رحيت درت نص كاس تاع ماء وزدت ملعقه تاع ملح. راني قلت لكم قادر على حسب كميه الثوم تاعكم ولا على حسب الروبو تاعكم شحال يهز. انا في الروبو تاعي ندير حوالي ربع كاس ماء ولا اكثر شويه مع ملعقه تاع ملح هكذا، ونرحي مليح مليح. وراح نجيب علبه تاع مارغرين ولا اي علبه تاع بلاستيك، من الافضل تاع بلاستيك. وهكا تخبيوه في هذيك العلبه، نحطوها في الثلاجه او في الكونجيلاتور مباشره. طريقه ثانيه البنات انك ترحي الثوم تاعك حطيها في بلاطو تكوني غلفتيه بالبلاستيك، لانه الثوم مع الحديد راهو يصراو تفاعلات.
حطيه في الكونجيلاتور حتى كي تحسيه شد روحه بهذه الطريقه. بالموس قطعيه الى قطع صغيره بهذا الشكل، يعني بمقدار ما تستعمليه يعني في الطبخه تاعك، بالمقدار اللي موالفه انت تستعمليه. حبيتي قطعه ولا تهزي زوج قطع كي تجي طيبي، هذيك تعود للحاجه او الضروره تاعك. هنا راح نحطهم بالطريقه هذه في بورتمونجي، ولكن انا ننصحكم بلي الطريقه هذه صدقوني تقدروا تستغناو عليها وتقدروا تخبيوها كيما خبيتها لكم في العلب البلاستيكيه، لانه يعني الثوم راح يحافظ على القوام تاعو، ما يوليش يابس بزاف ولا تقولوا راه يتجمد ما نقدرش نحي منه، بالعكس يحافظ على هذيك الرطوبه تاعي يبقى لك طري، وحتى هو في الكونجيلاتور يعني بكل سهوله. راح تشوفوا معايا راح يعني هذيك الكميات الاولى راني حطيتها في الكونجيلاتور، يعني راهي متجمده حاليا. شوفوا معايا فاصل مو راني نحي فيها. يعني تقدروا تستغنوا على طريقه المكعبات، لانه الطريقه الاولى راهي سهله جدا. ها كي تجي تنحي هذا هو القوام تاعها، يعني ما راحش يجيك صعيب باش تنحيه من العلبه. كل ما تجي تستعملي بالمغرف نحي الكميه اللي تحتاجيها وحطيها في الطياب تاعك، وعاودي رجعي العلبه تاعك للثلاجه وما يصرى والو. وهذه هي الوصفة تاع اليوم البنات، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا كنتوا راكم تبعوا مازالكم تبعوا في لا فيديو، ما تنساوش جام حبيباتي، يعني فضلا هذا واش راح نقصدكم يعني في جام، لانه راهي تساعدني باش الفيديو تاعي يطلع المحرك البحث. وايضا بارطاجيو لا فيديو لكي تعم الفائده، وايضا خليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو هكا تحفيزا لي وفضلا منكم عليا. وما ننساش خيركم البنات وتهلاو في رواحكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع قناه منوعات ذاكر. وصحه رمضانكم وصحه فطوركم، ونتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.